الثالثة بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعجل فرجهم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نور المجلس بذكر محمد وآل محمد. سورة الفاتحة وتسمى أم الكتاب. هذه السورة المباركة عبارة عن ملف مضغوط يحتوي كل بصائر القرآن الكريم، بل يحتوي على كل أسرار معرفة الكونية. لذلك هي من السور التي تعلقت بالعرش وامتنعت من النزول لولا أن الله سبحانه وتعالى جعلها هدية لأمة النبي محمد. ولم يعطى منها إلا نبي الله سليمان في قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل هذه السورة هي المفتاح الأهم في العلاقة بين العبد وبينه سبحانه وتعالى، فأصبحت جزء أصيل من الصلاة،
وواجبا. في الحقيقة سأتخذها مدخل لمواصلة البحث، لكن إشارات سريعة لربطها ببحثنا حول هوية الإنسان والنظام الأمثل للإنسان، وكيف يجب على الإنسان أن يتعرف على ذلك، وما هي العلاقة بينه وبين هذا النظام. تبدأ هذه السورة المباركة بسم الله، وتعلمون أن ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يفسر لابن عباس هذه السورة، ففسر له فقط آية بسم الله الرحمن الرحيم، بل في بعض الروايات كان يفسر له معنى الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن أدركه الصبح وقال لابن عباس: لو طال الليل لأطلنا لك. وفي رواية: لو شئت حملت 40 أو 70 حسب الروايات بعير في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هي المفتتح لمعرفة الحقائق. لذلك عندنا في الروايات، أنا أريد فقط إثارات حتى أربط الأمور ببعضها البعض، أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا فرق، يعني لا يوجد فرق ملحوظ بين سواد العين وبياضها. السر فيها هو الله سبحانه وتعالى، اسم الله سبحانه وتعالى الذي إذا تعرف عليه الإنسان امتلك جوهر الحقيقة. والاسم الأعظم هو هذا الاسم الأعظم، من تجلياته أنه الإنسان يمتلك السلطنة، يمتلك زمام الأمور، بمعنى يهيمن، بمعنى يعرف. فإذا عرف هيمن، فإذا هيمن ملك، وإذا ملك استطاع، وكانت لديه القدرة. المدخل لذلك هو اسمه تعالى. لذلك بداية فهم الحقائق كلها يبدأ من معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه. ومن مفاتيح معرفة الله الرحمن الرحيم، التي كما هي أصل في معرفة الأسماء الحاكمة في الكون، كذلك هي أصل في معرفة علاقة الخالق بالمخلوق، لأنها أولا تبدأ في بداية السورة، ثم بعد أن تقول الحمد لله رب العالمين، هذا رب العالمين تصفه مرة أخرى بالرحمن الرحيم، لتنتقل إلى مستوى آخر: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المفاتيح في الحقيقة هي خلاصة القرآن. القرآن الكريم كتاب الهداية الذي فيه نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، مو بمعنى أنه هو منشأ المعرفة. أقصد كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن ربكم قد تجلى لكم في كتابه ولكنكم لا ترونه. هذا التجلي في آيات القرآن الكريم هي التي تعزز المعرفة برب العالمين. ثم أن في هذا الكتاب نحن نتعرف على النظام الأمثل للارتباط بذلك الرب العظيم، كيف يمكن أن نرتبط به. هذا أصل الموضوع، الله الخالق والإنسان المخلوق. هذه خاصية خاصة، هذا القرآن أنزل على الجن والإنس. احنا ما يهمنا الآن موضوع الجن، لأننا من الإنس والحمد لله. فإذن ما يلينا في المسألة أن هذا القرآن خاص بالإنسان، فإذا كان هو خاص بالإنسان هذا يعني سيجيب له على كل الأسئلة التي تفسر له من هو وبمن يجب أن يرتبط وما هو النظام الأمثل له. هذه اللي تعبر عنها النظام الأمثل، يعبر عنها اهدنا الصراط المستقيم. لأن أنت اللحظة التي تسلم فيها للرب وتؤمن بربوبيته وأنه هو الله الرب الرحمن الرحيم، ثم تغر بذلك فتعبده، تتوجه إليه بالعبادة، تحتاج إلى حركة منضبطة في عبادتك لله عز وجل. لذلك تسأل الله
أن يهديك الصراط المستقيم، وإذا هداك الصراط المستقيم ستتجنب المزالق، فلن تحيد لا شرقية ولا غربية، لا مغضوب عليهم ولا ضالين، لأنك في الصراط المستقيم. هذا التلقين في الصلاة وفي اليوم أكثر شيء أو أقل شيء 10 مرات، هذا يعني أن الإنسان دائما في حالة استعداد لاستقبال هذه الحقائق، هو في حالة استعداد دائم في أن يتواصل العبودية لله عز وجل، هو دائم الذكر لله رب العالمين. بالتالي هو حياته، صبغة حياته هي هذه صبغة الحياة، هي صبغة الله عز وجل، ونحن له عابدون. كذلك في اللحظة التي تقول إياك نعبد، يعني اتخذت زمام المبادرة، لأن تلك حقائق، أن الله هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو رب العالمين، كل هذا هي حقائق أنت تقر بها. الذي يليك هو أن تبادر في أن تترجم هذه المعرفة إلى فعل، فبالتالي ترجمة المعرفة الحقيقية هي عمل. إياك نعبد وإياك نستعين. مرة أخرى حتى تعبده تحتاج إليه، يعني اللحظة التي قررت فيها أنك مريد وقادر على أن تعبد الله عز وجل، هذا لا يعني أنك أصبحت مستقلا، لا، بعدك برغم أنك اتخذت القرار بأن تعبده وتوجهت لتنفذ ذلك، ما زلت تحتاج إليه. هذا معنى السلطنة، معنى هيمنة. لذلك إياك نستعين، إياك نعبد، نحتاج في استمرار هذه العملية، استمرار هذا التفاعل، استمرار هذا التصالح مع هذه الحقيقة، أن نستعيذ بالله عز وجل، لأنه هو الذي له الأسماء الحسنى. وهذا إقرار آخر بأن الكينونة الخاصة بك، امتدادها، استمداد حياتها، حركتها، قدرتها على التعبير، هي باستمرار تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله في سور القرآن المختلفة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي المشيئة الإلهية نحتاج إليها، بل هي الأصل. إنما الله سبحانه وتعالى ملكنا من المشيئة، والذي ملكنا إياه من المشيئة هو أملك لها منا. إذا لم يشأ لن يكون، إذا ما أراد لن يكون. هذا كله في الحقيقة خطوط، أو خلينا نقول كبسولة مضغوطة لمعرفة الحقيقة التي توجد في سورة الفاتحة. ونحن أشرنا في الليالي السابقة أننا عندما نسلم بحقيقة وجودنا وهذه الصفات الموجودة فيها المستمدة من خالق، لأن بدأنا رحلتنا وهذا لازم يكون باستمرار موجود، وهكذا القرآن يذكر. بدأنا الرحلة بأننا لم نكن ثم كنا. هذا الخروج من العدم للوجود هو بيد الله عز وجل، هو الخالق. هذا أهم شيء، أهم شيء في الموضوع كل هذه النقطة. ثم بعد ذلك تتوالى معرفتنا بهذه التفاصيل، أنه أخرجنا ثم جعلنا من نبات، جعلنا من جسد، من روح، ثم وهبنا القدرة على التعبير، على البيان، أعطانا العقل، أعطانا الإرادة، فأصبحت لدينا كرامة، أصبحنا أحرار، أو خلقنا أحرار، ثم خلقنا ككائن مسؤول. هذه كلها. ثم تحدثنا أن الله سبحانه وتعالى أخرجنا إلى الوجود عبر قانون التقاء الذكر والأنثى، ثم جعلنا شعوبا وقبائل. ولكن كل هذه المسيرة، حتى اللحظة التي فيها للإنسان أن يشعر أن له يد، لأن مسألة التزاوج هو قرار يرتبط به الإنسان، حتى هذه اللحظة كأنما الله سبحانه وتعالى اعتبر إلى هنا تكوينا هو أمر إلهي. لذلك قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لا تتوهم أنك إذا كنت أنت صاحب القرار، أنت كنت الذي تتزوج، أنت الذي كنت تنجب، هذا لا يعني أنك خرجت من سلطان الله، فما زلت أنت في سلطان. لذلك لا تفتخر، لأن إحنا كما سنبين، متى يستطيع الإنسان أن يعبر، يقول أنا، بمعنى أن يفتخر بهذه الذات،
ليست في الهوية الأساسية، لأن هذه ليست صنعه، فلا يستطيع أن يتكئ عليها ليقول أنا الأكرم. فيما يخص الكرامة الأساسية أنت مشترك مع غيرك من الناس من البشر، فما في مبرر لأن تقول أنا أكرم، لأن هذا الله كرم بني آدم بمواصفات وأشياء معينة ومحددة. لكن بعد ذلك عندما تبدأ رحلة الإنسان، عندما يصل إلى مرحلة القوة، قلنا خلقنا من ضعف ثم قوة ثم ضعف، اللحظة اللي صار فيها قويا امتلك زمام المبادرة، هنا يحق له أن يفتخر بإنتاجه، يحق له أن يقول هذه هويتي، أنا الذي كونتها. ووضع الرب سبحانه وتعالى لهذا منهج. وأشرنا في النهاية قلنا ولكن نحتاج إلى حقيقة أخرى فوق الاعتراف بهذا التكوين، فوق الاعتراف بهذه الحقائق، بأن لنا خالق وأن خلقنا بمواصفاتنا ولم يخلقنا عبث. الحقيقة المهمة التي تلي هذه المرحلة هي مرحلة التصديق، واللي قلنا تسمى في بصائر الوحي من معاني الإيمان، نسميها إيمان، أن تؤمن بالشيء، أن تصدق به، أن تعترف به. هذا المرحلة الأهم، لأن هي الفاصلة بين الهوية المطلوب أن تستمر كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أو تلك المتمردة التي تمردت على هذا الأصل، التي تمردت على هذه الهوية، اللي هي تحدثنا عنها أنها تسمى بروح الإيمان، اللي هي هذه هوية جديدة اللي تصبح بعد ذلك لها وجود وتحقق. هذا الوجود عند الله تزداد كرامته. لذلك عندنا في الروايات أن حرمة المؤمن، الإنسان كله مكرم، لكن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تكونه أو تكوينه للهوية الثالثة، وهي هوية المؤمن. يعني هذه المرحلة من التكامل عنده أوصله إلى حقيقة أن يوصف بأنه مؤمن. فكرمه الله عز وجل بماذا؟ أن جعل لديه حرمة لا توجد لبقية الأشياء، حتى للكعبة، يعني أعظم من الكعبة. ثم كرمه مرة أخرى فجعل له أولياء، يعني ناس يقودوه. ومن كرامة المؤمن أن يصبح إمامه هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك يسمى أمير المؤمنين. ليش؟ لأن المسيرة التكاملية للمؤمن لا تكون إلا إذا ارتبط بالكمال، هي مسيرة كمالية، لابد من كمال. من الذي يمير المؤمن؟ من الذي يغذي هذه الهوية؟ من الذي يستطيع أن يعطي مزيد لهذه الهوية؟ هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك الذي يدخل الجنة والنار هو هذه الهوية. الذي يدخل الجنة منه المؤمن، الذي يدخل ويطرق باب الجنة هو المؤمن. ما الذي يحتاجه هذا الإنسان حتى يدل على أنه مؤمن؟ هو صك من أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الصك هو الذي يسمح لك. أنا الآن قاعد أقرب الفكرة. هذا الصك شنو هو؟ كأنك أنت هذه هوية، بطاقة شخصية، أنا مؤمن. دليل إيمانك أن أمضى على أوراقك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذه مرحلة أخيرة، هذه النتيجة. لكن أنا أريد أرجع شوية لأتحدث عن حقيقة الإيمان، لأسأل سؤال أكبر. نحن نقول هذا الكلام طبعا، نحن الفرضية التي أفترضها الآن هو البحث عن النظام الأمثل. نحن باعتبار أننا نؤمن بهذا الدين، إجابة طبيعية بتصير، لأننا ورثنا هذا الشيء، لأننا تعلمنا هذا الشيء، فطبيعي تكون الإجابة النظام الأمثل للإنسان هو الدين الإلهي. لكن نحن نريد أن نفلسف هذا الموضوع، نضع له جذور وأصول، وهذه الجذور والأصول تحل المشكلة الكبرى لتشخيص الهوية اللي فيها مشكلة كبيرة. ما هي الهوية؟ وتحدثنا عن ذلك. كيف يمكن أن نصل إلى هذا النظام؟ نحن سنتخذ مرة أخرى من القرآن هاي اللوحة، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ويقول أهل البيت عليهم السلام، أكثر شيء وضوحا في القرآن الكريم ما هو؟ يقول الإمام وضوحا مو معناته أنه أكثر بروزا، بمعنى أنه تدور حول
جوهره الآيات القرآنية. يقول الإمام الباقر عليه السلام: على ولايتنا دارت آيات الكتب السماوية كلها، الإنجيل، الزبور، التوراة. ليش؟ لماذا على ولايتهم أهل البيت عليهم السلام؟ لأن القضية قضية النظام الأمثل للإنسان، فلا بد أن يكون المحور هو من جنس الإنسان، لكن أصل الموضوع هو ولاية الله سبحانه وتعالى، وهذا طبيعي. يعني كل آيات الذكر الحكيم مدارها توحيد الله عز وجل، مدارها ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل. الله ربنا ويجب أن نعبده. لكن بما أنه الإنسان هو هدف هذه الرسالة، وجد له هذا الخليفة، وجد له الشخص والإنسان الذي هو من نفسه. كما يقول الكلام هذا مو من عندي طبعا الإمام الصادق، بس أنا جاي أصيغ بعباراتي، وإلا الإمام الصادق هو اللي يقول ذلك. يقول: كان لا بد له أن يكون من بين خلقه من يكون حجة عليهم. هذا معنى كلامي هذا. يكون من جنسهم، يعني من الناس، يشبههم في أحوالهم، يفارقهم في جوهره، لأنه شنو هو النموذج الأمثل. لذلك يصير هو الحجة، والحجة والشاهد يعني هو الذي يعبر عن ذلك النظام الذي تبحث عنه أيها الإنسان. أنت ما تريد نظام لك، هذا النظام يتجلى في الخليفة. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة خافت من خراب هذا النظام، لذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. فالله سبحانه وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. ليش علم الأسماء؟ ليش قال إني أعلم ما لا تعلمون؟ ثم بعد ذلك أسجد له الملائكة، باعتبار هذا المحور الذي سيحافظ على النظام الذي خلقه الله عز وجل. تأسيسنا لهذا الموضوع يبدأ بالتالي، لأن القضية قضية الإيمان شنو هي؟ الإيمان هي النافذة لاستيعاب غيرك من الحقائق. هذا معنى الإيمان. يعني أنت تشوف حقائق، ترى حقائق، تسمع بحقائق، تعيش حقائق. هذه الحقائق هي كحقيقة موجودة، أنت ردة فعلك تجاهها شنو؟ ماذا هو الصدق مع نفسك؟ متى تصدق مع نفسك؟ لذلك أغلب الآيات القرآنية التي تسبق حقيقة الإيمان هي عملية الصدق. والذين لا يصدقون بهذه الآيات يصبحوا كفار، ويسميهم القرآن مكذبين. يعني هو يرى الحقيقة ويرفضها، لذلك في الأغلب أيضا يسمى كافر. والكافر ما هو الذي لا يؤمن، يعني لا يصدق، يعني لا يرى الحقيقة، لا، هو يراها ولكنه يجعل بينه وبين حجاب فيكون كافر. لذلك الكفر كما قال الإمام الصادق عليه السلام 5 أنواع. ليش؟ لأن هي حجب، هي مو إلغاء للحقيقة. وماذا يقول؟ يلغيها من حيث وجودها التكويني، هو ذهنيا ما جاي يتعامل معها، يريد يرفضها مع أنها موجودة متحققة. لذلك مقدمة الإيمان الصدق، وأن يكون الإنسان صادقا. مقدمات النفاق والكفر والشرك هو شنو؟ التكذيب والكذب. وأرجع إلى الآيات القرآنية في القرآن الكريم تجدون هذا المعنى. الحقائق الأخرى غير الإنسان الذي يربطني بها هو أنها موجودة، يعني لها كينونة، مثل ما أنا لي كينونة هي لها كينونة، أنا موجود هي موجودة. بالتالي في هذا الوجود ما خلى الله عز وجل تشترك كل الموجودات بكونها خرجت من العدم إلى الوجود. شوفوا الأئمة عليهم السلام لما يتكلموا عن خلق الله عز وجل يقولون: خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها. هذا يعني شنو؟ يعني كل حقيقة ما خلا الله، حقيقة ذهنية، حقيقة نورانية، حقيقة ما أدري فيها مستوى من الحقائق، حقيقة شهودية، حقيقة مادية، وكل شيء ما خلا الله مخلوق. هذه هي المنطلق حتى نتعرف على النظام الذي يناسبنا، لأن القرآن يمشي معنا خطوة بخطوة، درجة بدرجة، يجعلنا مشترك مع المخلوقات، ثم يبين صفة المخلوقية شنو،
ثم يبين العلاقة بين المخلوق والخالق أيا كان، مو فقط الإنسان. ثم يبين النظام الذي يحكم كل المخلوقات في مستويات معينة. ثم بعد ذلك يفرد للإنسان، يفترق عنده، يأمره أن يدخل في هذا النظام. بعد أن يقول له القرآن الكريم: أنت في الجانب المهم عندك لا تفترق عن بقية المخلوقات، وهو الجانب التكويني اللي أعطاك الهوية. هذا الجانب لا فرق بينك وبين كل المخلوقات، فأنت مشترك. فإذا كان هناك نظام ينفع لبقية المخلوقات في هذا المستوى، أنت شريك، فيكون نفس النظام. ثم بعد ذلك حتى تفهم النظام الذي يجب أن تقبل عليه، تؤمن به، تصدق به، تعمل به، يعطيك النظام الخاص بك. وهذا النظام الخاص بك هو في الحقيقة هو نفسه، جوهره واحد، يعني الجوهر لا يختلف، لكنه باعتبارك مخلوق عندك مواصفات معينة يعطيك من النظام ما يفيد هذه الكينونة الخاصة، يعني ما يفيد الإنسان بما هو إنسان. هذا رهاننا على أن الدين فكرة حضارية، هذا رهاننا على أن الدين هو الذي يحل مشكلة البشرية، هذا رهاننا على أن الدين هو النظام الأمثل الذي يحافظ على كل ما يشعر به الإنسان. واللطيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجزئيات، العناصر الأساسية المكونة للإنسان، يشعر بها وجدانا، يتفق عليها حتى وإن لم يكن خطاب بينك وبين الآخر، لأنها جزء من كينونتك، فبالتالي الكل يشعر بها بنفس الدرجة. الكرامة الكل يشعر بها، ما في واحد في مكان ما لا يشعر أنه هو يجب أن يكون كريم، لا يقبل الذل. هسي بغض النظر عن بعض الحالات المرضية، أنا ما أتكلم عن الحالات المرضية، أتكلم بشكل عام الإنسان بما هو إنسان، ما يشعر به حوجته إلى هذه العناصر هي مشتركة. بالتالي نحن نقول النظام الدقيق هو الذي يعتمد على الاشتراك بين كل المخلوقات. كيف يستدرجنا القرآن في ذلك؟ شوفوا، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض. طبعا الاستدراج هنا مو بالمعنى السلبي، يعني أقصد يأخذنا خطوة بخطوة، يستدرجنا إلى الخير، يستدرجنا إلى المعرفة، حتى نتبصر، حتى نعرف واقعنا، حتى نعرف حقيقتنا. يقول: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هو يعطيك هاي الحقيقة، بعدين يقول: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. خالق كل شيء، بعدين خلقكم، بعدين ربكم، بعدين خالق كل شيء، يعني أنت ضمن هذه الأشياء، لكن خصك بخطاب خاص، لكن الخطاب العام أنت ضمن كل شيء. لذلك القرآن الكريم يقول عن الإنسان: لم يكن شيئا مذكورا. هو شيء مخلوق مثل بقية المخلوقات، لكن هنا يخصه بخطاب خاص: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الآن فاعبدوه، هل هذه العبودية خاصة بالإنسان في هذا الخطاب ولا كل المخلوقات نفس الشيء؟ آيات أخرى يقول المولى عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله بذات الصدور. هذا كله القرآن جاي يذكرنا أنت ضمن المخلوقات عندك هذه المخلوقية، هذه المملوكية. لذلك يقول له الملك،
يعني لما نقول له الملك كما أنه يملك الأشياء الأخرى التي خلقها، أنت باعتبارك مخلوق هم مملوك. يعني لا تشبه بشيء، لأنه هو يدخلك ضمن هذا المهرجان من الخلق. بعدين يقول في آية أخرى في سورة الأنعام: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. الآن القرآن جاي يعرض الحقائق، جاي ينقلك نقلة أن كما أنك وجودك متحقق تشعر به، ما حد ينكر أنه موجود إلا أيضا عند بعض الخياليين، يعني يقول ما موجود، أنت في الحقيقة ما موجود، أنت شيء آخر، أنت هاي الأوهام الموجودة. لا، الله يقول أنت حق موجود، السماوات حق موجودة، والله الذي خلق الأشياء هو حق، وقوله والذي من هذا القول الخلق هو حقيقة يعني. وحقيقة بمعنى أنها ملزمة، بمعنى أنها لا بديل لها، هذا يعني حقيقة. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ما هو قوله؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. الآن هذا القول الذي ننتقل، الدين عند الله، هذه ما عنده علاقة بالإنسان. الآن الرب سبحانه وتعالى قاعد يبين حقيقة أن الدين بمعنى أن النظام، بمعنى أن الشريعة بالمعنى اللغوي أو الطريقة الوحيدة عند الله هي الإسلام. وهذا الدين لما نقول عند الله يعني لكل شيء، يعني أنت والمخلوقات والملائكة والجن والبحار والأشجار، الإسلام بمعنى التسليم. هذا التسليم خاص بالكل، أي مخلوق لله عز وجل. أعلى درجات المخلوقات بأعظم درجاتها ومقاماتها إلى أدنى شيء، كلها العلاقة بينها وبين الخالق علاقة التسليم. هذا هو الدين، دين الله، نظام الله الذي يربط هذه المخلوقات بخالقها هو الإسلام بمعنى التسليم. لذلك لما نيجي يبين حقيقة أهمية الدين للإنسان كمفهوم بعيد عن تفصيل الدين هو شنو كحقيقة، هي عند الله. الدين عند الله الإسلام، هاي حقيقة. أنت أيها الإنسان الذي خاطبك يقول: أفغير دين الله يبغون وله، هنا الكلام، هذا الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني أفضل شيء ممكن تتخيله بعيد عن قياس الإنسان، أي واحد كمخلوق سواء كان الإنسان أو غيره من المخلوقات، أفضل نظام له أن يسلم لله، لأن الشريعة التي قالها المولى عز وجل قال أن هذا النظام اللي عندي أنا عند الله هو الإسلام. بالتالي أي خيارات أخرى تعتبر سفه. المخلوق الذي يختار غير التسليم لخالقه ومالكه وبارئه ومصوره ومخرجه من الظلمات إلى النور، من العدم إلى الوجود، هذا إذا يفكر أنه يحتاج إلى نظام غير التسليم لهذا الرب، هذا نوع من السفه. لذلك القرآن يسمي السفيه الذي لا يرضى الدين، هذا الدين بهذا المفهوم بمعنى التسليم. شكل هذا التسليم، مضمون هذا التسليم، كل الآيات القرآن التي تتحدث عن التسبيح، يسبح لله، سبح لله، هو مضمون جوهر هذا الدين. لأن الله سبحانه وتعالى كما قال له أسلم كل شيء قال يسبح له، قال سبح له طوعا وكرها، باعتبار أن بعض المخلوقات لها الإرادة نوعا ما، بس بعضها ما عندها إرادة، طوعا
وكرها يسبح له ما في السماوات والأرض. آخر سورة الحشر الله سبحانه وتعالى يقول هو الله الخالق البارئ. وهذه الآيات مستحب قراءتها، إذا عندك حاجة أكثر من هذه القراءة، هذه الآية والآية التي تسبقها. هو الله الخالق. شوف وين يبدأ الله، يبدأ لتعريف أسمائه الحسنى هي التي تفك على النظام، كل النظام. فيقول هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له، لأنه خالق ولأنه مالك ولأنه بارئ ولأنه مصور، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا كان هذا هو العرض الموجود، يوجد خلق، يوجد نظام، هذا النظام جوهره التسليم. هنا يسأل الإنسان نفسه ما هو المطلوب من عندنا نحن؟ المطلوب باختصار أن نتعرف على هذا الدين، لأن هو لما القرآن يعرض هذه الفكرة يريد يهيئك حتى تفهم حقيقة العلاقة التي يجب أن تكون. ليش هذا التخصيص للإنسان؟ لأن الإنسان يريد، لو تذكرون كلامنا في أول من الخصوصيات أن الإنسان شنو؟ مريد، فهو يقرر. لذلك لا بد أن يعرض له الأمر ليعقله حتى يفهم كيف يختار. يقول القرآن الكريم في حالة رد الفعل السلبي، قلت يسميه سفيه. شنو يقول؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. مو معناته يسفه، لا، هو يعني لا يحترم ذاته، لأن الذات مخلوقة ضمن هذه المنظومة، لكنه لأنه لا يحترمها لا يختار هذا النظام. فيقول المولى عز وجل في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شنو ملة إبراهيم؟ إذ قال له ربه أسلم. قال له ربه أسلم. شنو ردة فعل إبراهيم؟ قال أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام. لكن هنا اختاره إبراهيم، يعني جاء به كنموذج. الآن عرف النظام الموجود في الكون، فالله سبحانه وتعالى أمره هو. ليش أمره؟ لأنه هو إما أن يكفر أو يؤمن، إما أن يصدق أو يكفر. ليش؟ لأنه هو عنده قرار، القرار بيده، الله جعل القرار بيده، فقال له أسلم. وإلا كان مثل بقية الأشياء يجبره على التسليم، لا، قال له أسلم ليختار بنفسه طوعا. مباشرة إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، ما قال أسلمت لله، لرب العالمين، ليبين لك القرآن الاشتراك بينك وبين العالمين في أنك يجب أن تسلم لله. هذا معنى الإسلام، يجب عليك أن تسلم لهذا النظام. قال أسلمت لرب العالمين بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. شنو هذا الدين؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إسلام، تسليم لله عز وجل. وعندما ندخل في التفاصيل هذه الحقيقة، النظام الأمثل لهوية الإنسان، مبتدأه وأساسه وجوهره، حقيقته وعموده الفقري الذي يقوم عليه هو التسليم لله رب العالمين. حينها يكون الإنسان أولا قد احترم الهوية التي أعطاها إياه الرب سبحانه وتعالى. هذا شكر لله. ولو تشوفون في عندنا علماءنا في علم الكلام في أول باب في العقيدة في التوحيد يقولون يتكئون في شيء أساسي على قضية يعني تشكر له، يعني يدعوك إلى أن تسلم له، لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي بنيت عليه حقيقة الأديان. لذلك في سورة البقرة في غيرها من الصور كل الأنبياء كانوا أولا يقرون بهذه الحقيقة ثم يأمرون أقوامهم. وهذا الأمر كما سنبين أيضا في ليالي قادمة مو أنه طارئ على الإنسان، لا لا، هو أصلا جزء من كينونته، جزء من حقيقته، بس هو يغفل. الأنبياء يجوا يطلعوا هاي الحقيقة شعور طبيعي كما من أصول وفروع،
هو قائم أصوله على تلك الهوية، جذوره هناك وأصوله هناك، بل كل الشخصية هذه اللي تسمى الإنسان حركتها مبنية على ما قام عليه الدين، لأن داخل فطرة الإنسان في كينونة الإنسان كما سنبين ذلك. كما قلنا أيضا ونكرر، العبودية لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. هذا الدين، هذا خلاصة الدين. لذلك العبودية والدين يعبر عنها الإمام الحسين عليه السلام في واحدة من خطبه، يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، إذا ما محصوا بالبلاء قل ديانهم. عبودية الدنيا تقل عند الإنسان تدين، ارتباطه بالنظام، تتحقق أو تفتك من عبادة الدنيا باتجاه عبادة الله، يرتفع عندك منسوب التدين، أن جوهره التسليم لله، وبالتالي العبودية له اتباعه. من أجل ذلك خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه إعادة. أنا قد يكون هذا البحث شوي مغلق، لكن صدقوني هذا الكلام كله بولاية أهل البيت عليهم السلام، وسنثبت إن شاء الله أن الموضوع كل الموضوع هو كامن في ولاية النبي محمد وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. إحنا إنما فقط نضع مقدمات لذلك. من الأشياء الأساسية التي قادت الأمة إلى أن ترتكب ما ارتكبته في الإمام الحسين عليه السلام أن هذه الحقائق غيبت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: بنو أمية علموا الناس الإيمان ولم يعلموهم الشرك. حقيقة التسليم والإخلاص لله هو التوحيد. ليش علموهم الشرك؟ حتى لا يؤاخذوا، حتى لا تكون عند الناس مقاييس، ويصبح الدين لاعق على ألسنتهم. هذا بالضبط ما جرى لسفير الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الإمام الحسين بعد أن كتب إلى الإمام الحسين أهل الكوفة، قيادات، جماعات، مؤسسات، سميها ما كتبوا للإمام، حتى اجتمع عنه مجموعة من الرسائل كلهم يقولون للإمام: أقبل فإن لك جند مجندة، نحن حاضرين نجاهد معك، ليس لدينا إمام، تعال. فأرسل إليهم مسلم بن عقيل سلام الله عليه. كان الغرض أن يرتبهم يهيئهم حتى يقدم عليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولكنهم هذول الطغاة لأنهم أفرغوا الدين عن محتواه، فأصبح الناس عبيد للدنيا، استغلوا هذا الخواء الفكري والثقافي والعقائدي. فجاء عبيد الله بن زياد وزع، بعضهم بالأموال، ترغيب وترهيب، بعضهم يخوفه، بعضهم كذا، حتى تخاذلوا عن مسلم ابن عقيل. اجتمع إليه آلاف، ليالي أيام أدري كم بقى في الكوفة، إلى أن بقي في نهاية الأمر وحيدا فريدا، لا ناصر له لا معين له. ويقولون كما يقال أنه في آخر لحظة حتى كان يصلي، كانوا يا واحد ينتظره خلص الصلاة، لكن هذا الرجل ما أن خلص مسلم الصلاة اعتقد أن صاحبه يروح يدله في الكوفة يشوف شنو يتابع، يعني يحاول يعالج الموضوع. فالرجل قال: أنا في الحقيقة ما انتظرتك أنت لشخصك، أنت قاعد تصلي في عبايتي، أعطيني إياها حتى أروح ألحق بزوجتي. يقولون كانت المرأة تأتي لزوجها وتقول له: ما لنا والدخول بين الصلاتين، فالرجل يروح معه وذاك يخوف كذا، إلى أن بقي وحيدا فريدا بأبي هو وأمي، يتحرك في سكك الكوفة لا يعرف إلى أين، مراقب المسألة، مخابرات، العيون موجودة في كل مكان، إلى أن وقف في باب طوعة، تلك المرأة التي ارتفع شأنها وذكرها فقط لأنها وقفت ذلك الموقف النبيل. فهنيئا لكم يا شيعة الحسين، إن كانت هذه الوقفة هي التي جعلت من طوعة اسم يذكر في المنابر في كل العالم، يسمعه ملايين باسم طوعة، تلك المرأة التي وقفت
لمسلم فقط لتسقيه ماء، لتتعاطف معه، فكيف بأمثالكم الذين خدمتم الحسين وجلستم تحت منابره وبكيتم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثوابنا وثوابكم عظيما، وأن يجعلنا بالحسين وجهاء في الدنيا والآخرة. بقي مسلم في تلك الليلة في دار طوعة، الليل كله كما تنقل كان يصلي، كان يذكر الله سبحانه وتعالى بين قائم راكع ساجد تالي للقرآن. وجاء ابنها في آخر الليل وهو من جماعة الوالي، من جماعة الوشاة، علم أن هناك حركة غير طبيعية في البيت، سأل والدته، اضطرت أن تخبره. باكرا ذهب إلى دار الإمارة وبلغ عن مسلم، فجندوا له الرجال، يقولون جيء له ب500 فارس كما ينقل. وصلوا إليه، لما سمع حركة الحوافر الخيل واصطكاك الأسنة علم أن القوم جاءوا ليقتلوه، فخرج إليهم بأبيه وأمي وقاتلهم قتالا شديدا، حتى أنه أجرى فيهم مقتلة كبيرة. فالرجل أرسل إلى عبيد الله مدني بالرجال، قال ويحك، أنا أرسلتك إلى فرد واحد، كيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد منه وطأة وشكيمة؟ كان يقصد الإمام الحسين عليه السلام. قال له ويحك، هل تعتقد أنك أرسلتني إلى رجل عادي؟ هذا مسلم ابن عقيل، هذا من الطالبيين. المهم أجرى فيهم مقتلة كبيرة، ولكن في النهاية استطاعوا أن يخدعوه ويرموه في حفيرة فاقتيد وذهب به إلى مقر الإمارة. هناك جرى حوار طويل بينه وبين عبيد الله بن زياد، حاول أن يستخلص منه، حاول أن جماعة يجبروها أن يسلم على الأمير، قالوا سلم على أمير، قال هذا ليس لي بأمير، أمير حسين بن علي بن أبي طالب. أثناء القتال أيضا يقال أنه بكى لمن علم أنه احتوشوه وأن القتل سبيله، بكى، فقيل له إن مثلك ويطلب ما تطلبه لا يبكي، ليش تبكي؟ فقال والله لا أبكي على نفسي، ولكن أبكي على الحسين وعلى أولاد الحسين الذين سيأتون وستغدرون بهم كما غدرتم بي. أمر بقتله، أخذوه إلى أعلى الإمارة، اقطع راسه، طلع فوق، طلب من الذي يجب أن يقتله لحظات يصلي فيها لله سبحانه وتعالى، صلى ركعات ثم توجه إلى الحسين عليه السلام وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حسين بن علي. بعضهم يقول الإمام في لحظة مع الناس اللي وياه وقف فقال وعليك السلام يا مسلم. أمر به فقطع رأسه الشريف ثم ألقي من أعلى الإمارة. رحم الله من نادى ومسلماه وسيداه. أبو علي وصل الخبر، الحسين جالس على باب الخيمة،